هنبدأ فيلمنا مع آلي وهي بتقوم من النوم قبل ما يصحى الأخ اللي جنبها ده علشان تظبط شعرها وترجع للسرير تاني علشان لما يقوم صاحبها يشوفها حلوة. وبعد ما بيقوم وبتحضر له الفطار بتطلب منه انه يروح معاها فرح اختها ديزي، بس هو بيرفض علشان ما يتدبسش قدام اهلها والموضوع يقلب جد، فبينفصل عنها وهي بتكون متعودة على كده وبتتحرك على شغلها. واول ما بتوصل مديرها بيقول لها انها تلم حاجاتها وتطلع على بيتها علشان هما بيقللوا العمال. بتلم حاجاتها وبتتحرك على بيتها وبيكون معاها مجلة بتتسلى فيها لحد ما بتوصل للبيت. تقرا مقالة عن ان نسبة الاحباء اللي بتكون الست على علاقة بيهم قبل الجواز اقل من 10، ده المعدل الطبيعي يعني. فبتطلع ورقة وتكتب فيها عدد الرجال اللي عرفتهم، وبتروح تاني يوم لحفلة اختها ليزي قبل الفرح، وكل ما تفتكر راجل كانت عارفاه بتكتبه في الدفتر بتاعها وبتعد القائمة بتاعتها. بتلاقي نفسها انها دخلت في علاقة مع 19 شخص وتفضل تفكر ايه اللي وصلها لكده، وبتسكر من كتر الاكتئاب. وبيكون مطلوب منها انها تقول كلمة في الحفلة بس هي بتبوظ الدنيا وبتتريق على العريس لحد ما بتخلص كلامها وبيروحوا يسهروا في مكان تاني. وبتحاول انها تقلل تفكيرها انها مش الوحيده اللي عملت علاقه مع 19 واحد، فبتقترح على اصحابها انهم يلعبوا لعبه عباره عن ان كل واحده فيهم تكتب عدد الرجاله اللي عرفتهم ويجمعوا الورق في مكان واحد ويخمنوا صاحبه الورقه من الرقم. وبتتصدم لما بتلاقي ان الارقام كلها اقل من 10 وانها اكتر واحده كاتبه الرقم في ورقتها، لحد ما بتلاقي واحده كاتبه 13 في ورقتها وبيعرفوها وبيفضلوا يشتموا صاحبتهم انها بالطريقه دي تعتبر سهله وفرص جوازها قليله. وبتخاف آلي من الرقم اللي هي كتبته، بتحاول انها تقطعه علشان يبان انه 9 بس، لكنهم بيعرفوا انها عملت علاقه مع 19 واحد. وبتحاول انها تدافع عن نفسها وبتقول لهم انها ما كانتش تعرف انه غلط تعدل 10، وبتطلع عليهم مقال قطعته من المجله. وبتلاقي صاحبتها بتقول ان تكمله المقال بتقول ان اللي عملت علاقه مع اكتر من 20 واحد مش هتتجوز ابدا حسب دراسات موثوق منها، وبتوعدهم انها مش هتعمل علاقه مع واحد تاني الا لو هي متاكده انه هيبقى جوزها لان دي فرصتها الاخيره. وبتشرب اكتر لحد ما بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها نايمه جنب مديرها اللي رفضها من الشغل، وبتعرف انها خسرت فرصتها الاخيره في الجواز. وبتحاول انها تمشي مديرها باي شكل من الشقه علشان هي بتكرهه، لحد لما بتلاقي جارها كولين بيخبط عليها علشان باب الشقه بتاعته اتقفل عليه وهو بره، وبياخد باله ان آلي طفش مديرها من الشقه، فبيقول له ان عندهم اجتماع ضروري سوا وبينجح انه يخلي مديرها يمشي. وبتلاقي ان في واحده خارجه من شقه كولين وبتفهم انه بيتهرب منها وبيشكرها علشان خلته يستخبى عندها، وبيرجع شقته. وبتنزل آلي علشان تساعد اختها في تجهيزات الفرح، وبتقابل دونالد صاحبها القديم اللي كان تخين جدا زمان وشكله مبهدل، بس بتلاقي ان شكله اتغير وبقى حلو وانه هيتجوز كمان. وبتسلم عليه وبتخرج مع اختها من المحل، وبتقول له ديزي ان كل الرجاله بيتغيروا مع الزمن زي دونالد كده. وبيجي لآلي فكره انها مش محتاجه تعمل علاقه مع راجل تاني وتعدي ال20، وانها ممكن ترجع لواحد كانت عارفاه زمان واكيد هيكون اتغير للاحسن ويتجوز. وبتبدا رحله البحث عن الرجاله اللي كانت عارفاهم قبل كده على السوشيال ميديا بس ما بتوصلش لحاجه، وبتطلب من كولين انه يساعدها علشان يدور معاها مقابل انها تساعده في الهرب من البنات اللي بيعمل معاهم علاقه وتخليه يخرج من اي علاقه جديه زي ما هو عايز. وبيتم الاتفاق بينهم وبيقدر كولين انه يلاقي اول واحد من حبايبها وهو ديف، وبيروح يشوفه بس بترفض انها تتكلم معاه لانها مش ناويه تتجوز واحد فاشل وبقاله 9 سنين شغال في نفس المكان وبينصب على البنات بنفس حركه السحر اللي بيعملها. وبيطلب كولين منها انها ممكن تحبه، وبتشرح له فكره الارقام وانها مش هتقدر تعمل علاقه مع واحد بره القايمه. وبعد ما بيعمل كولين شويه تحريات بيقدر انه يوصل لناس من القايمه بتاعتها بس بيكونوا متجوزين وبتشيلهم من القايمه. وبيلاقوا ان في واحد اسمه سايمون في طريقه للطلاق من مراته، فبتقرر انها تروح له تقف جنبه وتواسيه وساعتها يحبها ويتجوزها. ويدخلوا بيت غلط وبيطلع بيت دونالد صاحبها اللي هيتجوز قريب، وبتقول له انها مع خطيبها بيدوروا على شقه وافتكروا ان الشقه دي للبيع لان بابها كان مفتوح. وبتسلم عليه وطلعوا بره البيت وبيلاقوا ان سايمون عايش في البيت اللي جنبه بس بيبقى شكله عادي بالنسبه للراجل هيطلق. وبتفتكر لما قابلته اول مره لما كانت شغاله جرسونه واتعرفت عليه، وبياخد سايمون باله وبيروح يسلم عليها وبيعزمها تروح معاه الكازينو علشان يتكلموا سوا، بس الخروجه بتفشل بسبب ان عنده لكنه انجليزي. ولما حاولت تقلدها بقت تتكلم بشكل غريب قدامه وده اللي خلاه يسيبها ويمشي. وبيكون قدامهم 10 اشخاص وبيبدا يقول لها الباقي لحد ما بيستقر انهم يقابلوا واحد اسمه جيري واللي شغال في مسرح العرايس. وبتروح تاني يوم علشان تقابله بس بيكون عنده عرض الاطفال في الجنينه، وبيكون كولين جايب ابن اخته علشان آلي تستخدمه كعذر تقدر تكلم جيري. وبتروح تسلم عليه بس بتلاقيه شخص فاشل زي ما هو، وبتقرر ما تطولش معاه وبترجع لكولين وبيقول لها انه وصل لحد تاني من القايمه وهو صديقها توم واللي بقى سياسي معروف، وبيقول لها المكان اللي بيكون فيه ومكان شغله. وبتلبس لبس رسمي وبتروح للمكتبه اللي هو فيها وبتحاول انها تحرك الترابيزه اللي قاعده عليها علشان يبقى شايفها لو بص جنبه، بس بتقع الاباجوره المحطوطه وبتخلي المكتبه كلها تبص لها. ومنهم توم اللي بيفتكرها اول ما بيشوفها وبيعزمها انها تروح معاه حفله بالليل وبيبعت لها فستان على اوضتها. وبتكون في منتهى السعاده لانها اخيرا لقيت زوج مناسب
من ضمن ال20 واحد اللي دخلت معاهم في علاقه، وبتلبس فستانها وبتنزل. بس بعد ما بتقضي معاها الحفله وبتنبسط جدا بيقول لها انه بسكليتة، وانه عايزها تمثل انها تبقى مراته قدام الناس، لانه بيسعى انه يبقى وزير. فبتتصدم من كلامه وبتسيبه وبترجع بيتها. بس كولين بيكون موجود في بيتها وبيرتب التماثيل الصغيره اللي هي عاملاها بنفسها بطريقه جميله جدا، وبيقول لها انه حاول يعمل حاجه تفرحها بعد ما سمع صوتها في الموبايل وعرف انها بائسه وانها حزينه، وبيحاول انه يهون عليها وبيخليها ترقص. بس بترفض انه يقرب منها علشان خايفه تعدي المره ال20. وبيعدي اليوم وبتصحى تاني يوم قبل كولين علشان تظبط نفسها. بس كولين بيكون صاحي وبيقول لها ان شكلها بيبقى احلى لما بتصحى من النوم، وبيبان انه بيحبها فعلا. وفي مره بتشوف آلي ان في رساله مبعوثه لكولين مكتوب فيها رقم واحد اسمه جيك من ضمن ال20. بس كولين بيكون كذب على آلي انه مش عارف يوصل له ومش معاه رقمه، وبتعرف انه بيكذب عليها وبتتخانق معاه وبتطرده بره شقتها. وبتتصل هي بجيك وبتسيب له رساله على التليفون بتاعه انه يبقى يتصل بيها. وبعد مده بيتصل بيها فعلا وبتقابله، والاول مره بتمشي الامور زي ما هي عايزه وبيرجعوا لبعض تاني. ووالدتها بتكون مبسوطه جدا بسبب خبر ارتباط بنتها بجيك لانه راجل اعمال مشهور. وبتقول لهم انها هتحضر لفرح ديزي بنفسها وهتراجع كل حاجه عشان تتاكد ان مفيش غلط. واثناء ما هي نازله من بيتها بتقابل كولين وبيقول لها ان هو كمان نازل فرح، وبيرفض انه يكمل كلام معاها وبيسيبها ويكمل طريقه. وبيتم فرح ديزي على اكمل وجه لحد ما بتستوعب آلي ان كولين هو الراجل المثالي ليها، وانها كانت عايزه ترضي اللي حواليها ونسيت ترضي نفسها، وان كل اللي عايزاه انها تبقى مع راجل يقبلها بكل عيوبها. وبتنفصل عن جيك وبتعتذر له انها مش هتقدر تكمل معاه، وبتاخد القايمه اللي فيها كل الافراح اللي بتتم في نفس اليوم من منظم الافراح، وبتفضل تدور على كل فرح لحد ما اخيرا بتوصل لمكان كولين وبتنط من على سور القاعه لان مش معاها دعوه الدخول للفرح. وبعد ما بتقابله بتعترف انها بتحبه حتى لو كان رقم 21، وانه الوحيد اللي قبلها بكل عيوبها، وانه ساعدها من غير مقابل. وبيقرر انه يسامحها وبيعيشوا سوا في شقه واحده. وبيجي لها مكالمه في مره من واحد كان من ضمن حبايبها اللي كانت بتحاول انها تتصل بيهم، وبيسيب لها رساله على التليفون وبيقول لها ان اصلا ما حصلش حاجه بينا لانك نمتي بسبب ان انت كنت سكرانه جدا وساعتها انا مشيت. وبتكتشف ان كولين هو رقم 20 بالنسبه لها، وانها نجحت بانها ما تعديش رقم ال20. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.